لما نزلت بوست كنت بقول فيه انت شايف ايه ايجابيات في نفسك. ناس كتير كانت بتقول لا اصل انا ما ينفعش اقول ايجابياتي عشان ده غرور. لا، هو ملوش علاقه بالغرور، مهم جدا انك تبقى فاهم نفسك. تمام. في ناس تانية بقى كانت مش شايفه انه في ايجابيات اصلا، والناس دي للاسف عندها تقدير للذات ضعيف جدا. فبالتالي ما تزعلوش بقى لما الناس تعاملكوا بليفل قليل، يعني ما تديلكش حقك لانك انت اصلا اللي مقلل نفسك، انت اللي مش شايف نفسك اصلا حاجه كبيره او حاجه كويسه، فمش شايف انك تستاهل ده، فبالتالي الناس هتعاملك بنفس الطريقه. طيب انا ليه اصلا سالت السؤال ده؟ لانه الشخص او البني ادم عشان يطور من نفسه، في ناس كتير فاهمه ان عشان اطور من نفسي ابص على السلبيات. لا، ما تبصش على السلبيات اللي في شخصيتك. الناس اللي بتعرف تطور من نفسها بجد بتبص على الايجابيات. ايه الايجابيات اللي عندي وازاي اشتغل عليها وازاي اطورها اكتر، فبالتالي هكون احسن بكتير. السلبيات موجودة وناخد بالنا منها بس مش هي الاساس. اركز على الايجابيات، صدقوني هتنجحوا. وما تنسوش تدعموني بالفولو واللايك والكومنت والشير، وخليك ايجابي وادعمني، والسلام عليكم.